جات لي فكره جامده. مشكلتها الوحيده ان مش كل الناس مهتمه بالموضوع ده، وده اللي هيخلي جزء كبير ما يكملش الفيديو للاخر. ده هيأثر على متوسط النسبه المئويه للمشاهده، اللي هو الناس شافت قد ايه من الفيديو. لو قلنا ان 10 شافوا الفيديو، 5 منهم شافوا الفيديو للاخر، يعني شافوا 100% من مده الفيديو، و5 تانيين خرجوا من اول الفيديو يعني شافوا 0%. فكده المتوسط بتاع النسبه المئويه للمشاهده هيكون 50%. انا ما اقدرش اجبر الخمسه اللي هم خرجوا من الفيديو ان هم يتفرجوا عليه، بس اقدر اخلي الخمسه اللي شافوا الفيديو للاخر يشوفوه اكتر من مره، فيبقى في 5 شافوا الفيديو بنسبه 200% و5 خرجوا من اول الفيديو، وده اللي هيخلي متوسط النسبه المئويه للمشاهده 100%. وعشان اقدر اعمل ده هستعين بالخطه فاين. فاين كابلكيشن بينزل عليه فيديوهات بس مش انليميتد زي اليوتيوب، ولا دقيقه زي الريلز في التيك توك والانستجرام، ولا حتى 30 ثانيه زي الستوريز. مده فيديوهات فاين كانت 6 ثواني. انت معاك فيديو 6 ثواني المفروض تبهر بيه الناس. نعم، فاين ظهر في 2012، بدأ ينهار بعد ما تويتر اشتريته في 2013، وبعد كده اختفى تدريجيا لحد ما تم ايقافه رسميا في 2017. بس فكرته كانت عبقريه. تيك توك وكل مواقع السوشيال ميديا استفادت من فاين، لان الفيديوهات القصيره دي كانت كرييتيف جدا، وكانت فعلا بتحقق المعادله الصعبه ان رغم ان مدتها قليله بتخلي الناس تتفرج لوقت طويل، لانهم بيشوفوا الفيديو مره واثنين وثلاثه. بس انا اكيد مش هعمل فيديو جامد للدرجه اللي تخلي الناس تعيده مره واثنين وثلاثه، فلازم بطريقه ما اخدعهم واخليهم يعملوا ده. الطريقه دي هي اللوب. الفيديو هيبدأ بالحاجة اللي بتكمل نهايته، فبالتالي نبقى احنا محبوسين في دايرة، كل ما الفيديو يخلص يبدأ من الأول تاني. الطريقة دي بتنجح بنسبة كبيرة جدا مع الفيديوهات اللي ما فيهاش محتوى، أو الفيديوهات اللي ما فيهاش صوت، أو ما فيهاش أي حاجة بتتحكي، لأن أنت هتبقى صعب إنك تكتشف أصلا إن ده فيديو لوب. لكن حتى الفيديوهات اللي فيها قصة أو فيها فويس أوفر أو فيها صوت أو أيا كان، تقدر تخدع المشاهد إن هو يشوفها مرة كمان أو يمكن مرتين قبل ما يكتشف إن الفيديو بيتكرر. بصيت من الشباك لقيت الشقة بتطل على الأهرامات، فقفلته وفتحته تاني لقيت الشقة بتطل على المعادي عادي، فقفلته وفتحته تاني. بصيت من الشباك لقيت الشقة بتطل على الأهرامات، فقفلته وفتحته تاني. بصيت من الشباك لقيت الشقة بتطل على. أظن الفكرة وضحت كده. بالنسبة لليوتيوب الفيديو ده جامد قوي لان اللي اتفرج عليه شافه اكتر من مرة، بس الحقيقة ان انت مجرد خدعت المشاهد. هتقولي وكمان خدعت اليوتيوب لان الفيديو مش جامد بس هو فيه لوب. هقولك بالنسبة لليوتيوب، اليوتيوب ما عندوش اي مشاكل. اهم حاجة بالنسبة لليوتيوب ان المشاهد يقعد اكبر وقت ممكن، فمش مهم الطريقة ازاي. عشان كده لو نزلت فيديو مدته ساعة مثلا على اليوتيوب هتلاقي ان اليوتيوب بيقترحه بشكل كبير جدا، اكتر بكتير من الفيديو اللي مدته قصيرة زي الفيديو ده مثلا، وده اللي بيقلل فرص الفيديو ده ان هو ينتشر. بس جات لي فكرة جامدة. مشكلتها الوحيدة ان مش كل الناس مهتمة بالموضوع ده، وده اللي هيخلي جزء كبير ما يكملش الفيديو للاخر. ده هيأثر